واليوم ده أنا كنت بايتة عند أختي الكبيرة الأرملة اللي قاعدة هي وابنها، وفجأة سمعت صوت زعيق شوية. قمت أشوف في إيه، لقيت أختي في أوضتها وابنها معاها. كان الباب مفتوح حتة صغيرة لكن محسوش بوجودي، ولقيته بيقول لها: أعمل فيكي إيه؟ انتي رايحة هنا وهنا وهنا وكل واحد شوية يعني، وكل ده عشان إيه؟ علشان ده. ولقيته فجأة وراها حاجة. أختي اتخضت وراحت قالت له: إيه يا واد اللي أنت بتعمله ده؟ وراحت مزعقاله جامد وضربته بالقلم. راح هو اتعصب، قال لها: ايه اللي انتي عملتيه ده؟ قالت له: اللي عملته ده عملته عشان انت عملت حاجة غلط، وانا ما كانش ينفع اني اسكت لك. وراح شايلها وفجأة رماها على السرير. وساعتها قبل بقى ما اقول لكم ايه اللي حصل، عايزة اقول لكم فايتكم كتير قوي في التليجرام. يلا يلا بسرعة، مستنيين ايه؟ هستناكوا هناك. هسيب لكم رابط الفيسبوك في اول تعليق مثبت، تدخلوا هناك على الخاص وتكتبوا لي كلمة اشتراك، ووقتها هتروحوا على طول على التليجرام. يلا بسرعة، مستنيين ايه؟ روحوا اسألوا اللي اشتركوا وجربوا. وبصراحة أنا ماليش دعوة، أنا قلتلكم وانتوا حرين. يلا أنا هستناكوا هناك، وما تنسوش كل القصص اللي هناك بصوتي، وأنا زي ما قلتلكم هستناكوا هناك. ودلوقتي يلا نكمل قصتنا. وفجأة حطها على السرير وابتدى بقى يعمل الحاجة اللي أختي كانت دايخة عشان تلاقيها. وزي ما هو بيقول، كانت تروح لده وده وده. هي أختي كده طول عمرها بتحب المواضيع دي قوي، بتحبها زي عينيها. وأنا بقى واقفة ورا الباب وعمالة أتفرج على اللي بيحصل. وبعد ما كانت بتزعقله وكمان ضربته، لا دلوقتي الموضوع اختلف. بقت هي اللي بتصرخ كده وبتترجاه وبتتوسل إليه إن هو يعني يسيبها. لكن بعد شوية بقت تقوله يعمل إيه وما يعملش إيه، وبقت كمان تقوله: كمل، اعمل كل اللي انت عايزه فيا، أنا قدامك أهو، اعمل فيا ما بدالك واللي انت عايزه. انا من هنا ورايح خلاص، بقيت تحت طوعك واعمل لك كل اللي انت عايزه. وانا بقى واقفة اتفرج على اللي بيحصل بينهم. ما انا كمان جوزي ما بيتحركش من السرير، مريض بقاله سنين، والموضوع ده تقريبا شبه ما بيحصلش. يعني هم حتى ما قدروش ان انا موجودة معاهم في البيت. وبصراحة ما كنتش عارفة أعمل إيه في اللي أنا شايفاه قدام عينيا ده. أصل الموضوع ابتدى لما أختي أنا حذرتها كتير وقلت لها بعد ما جوزها مات وسابها لوحدها، قلت لها: اتجوزي، انتي لسه صغيرة. لكن هي وقتها رفضت، قالت لي: اتجوز، طب وابني؟ قلت لها: ماله ابنك؟ ما ابنك هيعيش ويتربى، في ناس كتير كويسين بيتقدمولك، ما توافقي على اي حد فيهم. لكن هي رفضت وقالت لي: بصراحة انا مش حابة كده. قلت لها: ليه؟ قالت لي: يا ستي انت تعبة دماغك ليه؟ سيبيني، انا حرة في نفسي. وبصراحة ما بقيتش اتدخل تاني. وبعديها بفترة عرفت ان هي تعرف كذا حد، لاني لما كنت بروح ابات معاها يعني كنت ساعات احب اروح اغير جو كده واسيب اخت جوزي مع جوزي، لان هي قاعدة معايا في البيت، واقول لها: خلي بالك منه، وانا هروح لاختي هبات معاها يوم ولا يومين واجي. وبصراحة ما كانتش بتتضايق حتى، كنت بروح وكنت بسمعها وهي بتتكلم مع ده ومع ده. لكن بصراحة ما حاولتش ولا مرة اني اكلمها ولا اقول لها لا ولا ايوه ولا ايه اللي حتى بتعمليه ده. كنت سايباها براحتها، ما كنتش بصراحة بتكلم معاها خالص في المواضيع دي. هتكلم معاها اقول لها ايه؟ الموضوع بصراحة كان غريب، لكن قلت لنفسي عادي، هي بقى حرة في نفسها. وفي الوقت ده ابنها كان بقى شاب، معرفش ازاي بس
هي يعني الموضوع عدى عليها، أو حتى أو حتى ما بقتش تفكر في الموضوع، ما بقتش تفكر فيه بالطريقة دي يعني يعني ما كانتش شايفاه بقى راجل لحد اليوم اللي كنت بايتة عندها. وأنا قاعدة في أوضتي سمعت صوت عالي كأنها هي وابنها بيتخانقوا مع بعض. كنت فاكراها بتزعقله عشان اتأخر برا البيت، ولا عمل لها حاجة، ولا أي حاجة من الحاجات ديت العادية يعني. لكن لما طلعت أتسحب ووقفت قدام باب الأوضة بتاعتها، سمعت وشفت اللي ما كنتش أتخيله. بصراحة الواد كبر زيادة عن اللزوم، والعصاية عنده ما أقولكوش يجي نص متر. أنا نفسي ما كنتش مصدقة. مش بقولكوا إن أنا كنت واقفة وشايفة كل حاجة بتحصل، لكن طبعا ما كانش ينفع هتكلم أقول إيه؟ ما هو ابنها، وأكيد هو شاف حاجة ما عجبتهوش. لكن في الوقت ده وهو واقف بيتكلم معاها وفجأة عمل اللي عمله، اتخضيت أنا وما كنتش مصدقة نفسي. وبعد شوية وقدام عيني ابتدوا يعملوا كل اللي أنا حكيت لكم عليه في الأول. وأنا بقى أعصابي راحت وما كنتش عارفة أعمل إيه. ما أنا برضو حالي صعب، واللي بيحصل لي مش شوية. وفضلت واقفة أتفرج عليهم. وبعد كده من غير ما أحس دخلت الأوضة، قلت لهم إيه اللي انتوا بتعملوه ده؟ إيه اللي انتوا بتعملوه ده؟ انتوا اتجننتوا. لكن أختي اتخضت من مكانها، قالت لي قومي يا واد. قلت لها لا، أنا فيها لخفيها. قالت لي يعني إيه اللي انتي بتقوليه؟ قلت لها يعني أنا كمان من حقي إني أجرب، انتي عارفة ظروفي كويس. وأنا بعد ما شفت كده خلاص مش عارفة أتمالك على أعصابي، ولازم تخلوني أجرب. قالت لي يا بنت انتي اتجننتي ولا إيه؟ لكن فجأة هو قال لها تسكت، وراح قايم من مكانه وجي قرب عليا، ويعني الموضوع ده يجي نص متر قدامه. قلت له ايه؟ قال لي تعالي، مش انتي اللي عايزة كده؟ وفعلا رحت، وساعتها شفت ودقت وجربت اللي عمري ما كنت اتخيله ابدا. ما اقولكوش الموضوع كان حلو ازاي، ولا انا اتبسطت قوي قوي بكل اللي بيحصل. كنت عايزة الموضوع ما يعديش ولا الوقت يجري علشان الموضوع يفضل مكمل. وبعد 3 ساعات متواصلين، هي شوية وأنا شوية وإحنا الاتنين معاه شوية. بصراحة كنت حاسة بحاجة عمري ما حسيتها مع أي حد في الدنيا. إحساس غريب قوي، الواحد ما يعرفش حتى إن هو إن هو يفهم إيه الإحساس ده. كنت فرحانة بيه وبقول لأختي يا بختك بيه. لقيته بيقول لي ما أنا برضو ابن أختك يا خالتي، وفي أي وقت محتاجاني هتلاقيني سداد، ومعاكم انتوا الاتنين في أي حاجة. وبقيت كل يوم أعمل حجة شكل لجوزي وأخت جوزي علشان أجي عند أختي وأقعد أكتر وقت ممكن أحس إن أنا محتاجاله، وما مشيش من عندها غير لما أحس إن أنا خلاص مش ناقصني أي حاجة في الدنيا. أيوة، كنت بمشي وأنا فرحانة، حاسة إني مش طايقة حتى أشوف وش جوزي، ولا عايزة أقعد في البيت. أنا عايزة أقعد عند أختي على طول. لدرجة إن أنا يعني ساعات وأوقات كتير قوي كنت بعمل مشاكل مع جوزي وأخت جوزي الغلبانة اللي على نيتها علشان أخليه يطلقني، أو حتى يقول لي امشي من البيت وما تجيهوش تاني. وكانت أول كلمة هتتقالي والله كنت هعمل بيها. لكن بصراحة ده محصلش، وفضلت على الحال ده كتير كتير قوي. وبقيت كل ليلة أروح عند أختي أقعد الشوية اللي أنا محتاجاهم وأروح. ومن ساعتها وإحنا على الحال ده. لكن أنا مش عارفة الحال اللي إحنا فيه ده هيحصل كده وهيفضل مكمل لإمتى. أنا عارفة إن ده غلط وحرام وما ينفعش وحاجات كتير، لكن برضو أنا أعمل إيه؟ أنا ما بقيتش عارفة أتحكم في نفسي حتى. علشان كده جيت لكم وحكيت لكم قصتي،
يمكن لما انتوا تسمعوها تفيدوني وتقولولي أعمل إيه وأتصرف إزاي، وأنا هستنى كل التعليقات بتاعتكم وأقراها كويس.